أنا ما كنتش مصدق نفسي لحد ما الساعة جابت 3 الفجر، واللي شفته عمره ما هيخرج من دماغي. أنا ساكن في عمارة قديمة في منطقة هادية. العمارة 6 أدوار، والدور السادس فاضي من سنين. الناس كلها بتقول إنه مسكون، وأنا طبعا ما بصدقش الكلام ده لحد الليلة اللي كل حاجة فيها اتغيرت. الساعة كانت 2:57 الفجر. كنت قاعد على المكتب بذاكر. فجأة سمعت صوت كرسي بيتسحب فوقي. قلت عادي، يمكن صوت مش طالع من العمارة. بصيت في الساعة تاني، 3 بالضبط، وفجأة النور قطع. العمارة عمرها ما النور بيقطع فيها. المهم قمت فتحت الباب أبص في السلم، وهو ده اللي خلى دمي يجمد. الدور السادس كان منور. أنا متأكد إنه مقفول من سنين. طلعت واحدة واحدة على السلم. كل ما أقرب كان الصوت يعلى، صوت خطوات بتتمشي جوا الشقة، والساعة في تليفوني واقفة عند 3 ما بتتحركش. وصلت قدام باب الشقة. الباب كان موارب سنتي صغير. دفعته بإيدي، وأول ما فتحت شفت نفسي. أيوة، نفسي بالضبط، واقف في نص الصالة بيبص عليا. نفس اللبس، نفس الوش، بس عينه سودة تماما. اللي قدامي ابتسم وقال بصوت واطي: انت اتأخرت، مفروض كنت تيجي من سنة. حسيت رجلي ما بتشلنيش. قلت له: انت مين؟ قال: أنا اللي عشت مكانك السنة اللي فاتت، ودلوقتي دورك. فجأة لقيت نفسي واقف جوا الشقة، وهو اللي برا بيبص عليا. بصيت على إيدي، لقيت الساعة واقفة عند 3، وصوت بيقول في ودني: الشقة بتظهر كل سنة، ولازم حد يفضل جوا. الساعة بقالها دقايق ما تتحركش، وأنا سامع صوت خطوات طلع السلم. واضح إن في حد جاي، يمكن تكون أنت. لو الساعة جابت 3 الفجر وسمعت صوت فوقيك، ما تطلعش، عشان ممكن ما تنزلش تاني.